كلنا نعرف أنه الإمام الحسين عليه السلام انقتل في كربلاء. تخيل الإمام الحسين عليه السلام الجيش مالته كان 72 شخص بس، حاربوا ضد جيش يزيد اللي كان عددهم فوق 20,000 شخص. وهذا الجيش مو بس قتل الحسين وأصحابه، لا، قتل حتى أطفال الحسين، ومن ضمنهم طفل اسمه عبد الله، وكان هذا الطفل عمره شهور. ومو بس هيك، قطعوا عنه المي، والإمام الحسين وأطفاله ظلوا عطشانين لمدة أيام. وتخيل هذا الجيش اللي سوى بيهم هيك، مسلمين يتبعون دين الرسول اللي يصير حفيد الإمام الحسين، الرسول اللي كان يخلي الإمام الحسين 24 ساعة بحضنه قدام كل الناس، ويقول لهم حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. تخيل يقتلوه بهيك طريقة، هاي عود الرسول وصاهم. الإمام الحسين عليه السلام من إجا كربلاء ما كان جاي بس هو وأصحابه، لا، كان جاي هو وأهل بيته، يعني وياه أطفاله ونسائه وأخته اللي اسمها زينب، بطلة كربلاء. واللي اليوم راح نحكي عنها وعن كل شي صار وياها، خصوصا بعد معركة الطف اللي استشهد بيها الحسين والعباس أخوتها قدام عيونها. زينب، منو هي زينب؟ زينب هي بنت الإمام علي عليه السلام، المعروفة باسم زينب الكبرى أو زينب الحوراء. أمها هي فاطمة الزهراء، جدها هو النبي محمد، أخوها الحسن والحسين. الله، شوف عشيرتها، أطهر عشيرة بالكون. شوف هاي اللي عشيرتها أطهر عشيرة بالكون، شنو راح يصير وياها؟ انولدت السيدة زينب بالمدينة المنورة بعد الحسن والحسين. طبعا من انولدت، اكو رواية قريتها تقول انه امها فاطمة الزهراء من ولدتها اخذتها للامام علي عليه السلام وقالت له شنو راح نسميها. فالامام علي قال لها ما كنت لاسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار هذا الاسم، فأخذها ووداها للرسول وراد هو يسميها. فالرسول جاوبه وقال له ما كنت لأسبق ربي تعالى. فالرواية تقول فهبط جبرائيل عليه السلام وقال له سمي هذه المولودة زينب. بعدين الرواية تقول انه جبرائيل قال له شنو راح يصير ويا هاي الطفلة من تكبر. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قام يبكي، فمن قام يبكي قال من بكى على مصائب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين. زين، شنو اللي يستفاد اللي يبكي على مصاب الحسن والحسين؟ الرسول عنده حديث يقول بيه كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. فانولدت السيدة زينب عليها السلام بالمدينة المنورة وتربت هناك على إيد فاطمة الزهراء لحد ما أبوها الإمام علي عليه السلام صار خليفة على المسلمين، فأخذها وياه للكوفة، لأن كانت الكوفة
هي عاصمة للدولة الإسلامية اللي كان يحكم بيها الإمام علي عليه السلام. فبعد ما استشهد الإمام علي بالكوفة رجعت ويا أخوانها الحسن والحسين للمدينة المنورة وظلت مستقرة هناك. طبعا السيدة زينب يسموها أم المصائب. تعرفون ليش؟ لأن حضرت باستشهاد جدها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشافت استشهاد أمها فاطمة الزهراء عليها السلام، وشافت شهادة أبوها علي، وشافت استشهاد أخوانها الحسن والحسين والإمام العباس، كلها قدام عينها. لهذا السبب الصبر معروف بشنو؟ بصبر زينب. أكثر إنسانة قلبها تحمل مواقف مستحيل الإنسان المثلي ومثلك يتحملها. طبعا من كبرت شوية السيدة زينب عليها السلام تزوجت ابن عمها اللي اسمه عبد الله. هذا عبد الله يصير ابن عمها اللي هو جعفر بن أبي طالب المعروف باسم جعفر الطيار. فمن تزوجته جابت من عنده 3 أولاد وبنية. الإمام الحسين عليه السلام من قرر يتوجه الكربلاء ويخوض هاي المعركة العظيمة اللي خلدها التاريخ، قرر ياخذ وياه كل النساء والأطفال. مع العلم الإمام الحسين عليه السلام عرف انه هو راح يستشهد هناك، ويعرف انه ممكن نساء يتعرضون الخطر هناك. زين ليش ما خلى النساء والأطفال بالمدينة المنورة؟ ايش معنى اخذهم وياه؟ الإمام الحسين أخذ نساء وأطفاله متقصد حتى يفضح الخصم ويبين للعالم إنه هذول عصابة يدعون إنه هم مسلمين. ولهذا السبب قرر ياخذ السيدة زينب، لأن السيدة زينب كانت مثل الكاميرا، وثقت كل شيء. وهاي تضحية مو طبيعية سواها الإمام الحسين. فالإمام الحسين سوى هذا الشيء لأن يعرف السيدة زينب هي اللي راح تكمل الرسالة من بعده وتنشر لنا خبر استشهاده الحقيقي. تدرون حتى من اجى ابن عمها دا يتقدم لها، ابوها الامام علي عليه السلام اشترط عليه شرط. تعرفون شنو الشرط؟ الشرط هو انه بالمستقبل لازم تروح ويا اخوها الامام الحسين الكربلاء وما يمنعها. فهذا الشيء مدروس بأمر من رب العالمين، لأن الدين الإسلامي راد ينمحي بوقت الإمام الحسين عليه السلام. فلولا تضحية الحسين بنفسه وبأهل بيته وأخذ السيدة زينب وياه كان ما بقى للإسلام أي أثر، لأن كان يزيد بن معاوية هو خليفة المسلمين. تخيل من هو يزيد؟ يزيد كان إنسان 24 ساعة يشرب خمر، وكانت حياته كلها حرام بحرام، وكان خادع الناس كلها، فأكثرية العالم كانت تتبعه. فلهذا السبب الإمام الحسين عليه السلام سوى ثورة وطلع ضحى بنفسه على مود هذا الدين. حتى قبل ما يستشهد الإمام الحسين عليه السلام قال: إن كان دين محمدا لم يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. ولهذا السبب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين. شنو معنى هاي العبارة؟ حسين مني معناها الرسول يقول الحسين طالع مني، من نسلي، حفيدي، وهاي افتهمناها. زين شنو معنى وأنا من حسين؟ شلون النبي من الحسين؟ وهاي معناها تعرفون شنو؟ معناها رسالة الحسين راح تكمل مسيرة محمد. عموما توجه الإمام الحسين عليه السلام الكربلاء وصارت معركة الطف. بمعركة الطف كانت السيدة زينب إلها دور كلش كبير. أولا كانت هي اللي تعتني بالأطفال وكانت شايلة مسؤوليتهم. ثانيا كانت سند لأخوها الإمام الحسين عليه السلام، بحيث الروايات تقول كان كل ما يستشهد واحد من أولاد الإمام أو من أصحابه يجي على خيمتها، وهي اللي كانت تعينه وتنطيه حافز معنوي وتنطيه من صبرها. السيدة زينب كانت تربطها علاقة كلش قوية ويا أخوها الإمام العباس عليه السلام، لأن الإمام العباس انولد على إيدها، هي اللي ربته وعلمته على كل شيء. وأول من ولد شالته وودته على أبوها الإمام علي عليه السلام وسألته على اسمه، فجاوبها الإمام علي قال لها إنه عباس. فسألته عن كنيته قال لها إنه أبا الفضل. فسألته على لقبه قال لها إنه قمر بني هاشم وإنه السقاء. فالسيدة زينب استغربت وقالت له شنو معنى السقاء؟ قال لها إنه ساقي عطاشا كربلاء. فقامت تبكي السيدة زينب عليها السلام. فالإمام علي عليه السلام قال لها اصبري واعلمي إن له معك لموقف مشرف وشأن عظيم. باسمي خليفة
علي وأيضا أصحابه مرتدون ودماءهم مباحة. بحرقة وادع العباس ويا حسين، واحد حسب الآخر دمعته تلالي وفتح ذرعانه للعباس، قل بغيرك أنا تخيلت حالي. من دا يموت الإمام علي عليه السلام راحت السيدة زينب علية وهي تبكي وقالت له: من لي بعدك يا أبي ولمن ستتركني؟ فالتفت الإمام علي عليه السلام للإمام العباس عليه السلام وقال له: ولدي العباس أوصيك بهذه. ومن هاي الليلة الإمام العباس تكفل بزينب، ولهذا السبب يسموه كافل زينب، لأن فعلا كان هو 24 ساعة وياها، خصوصا بكربلاء كان هو عبارة عن سند وظهر إلها. فمن استشهد الإمام العباس عليه السلام وسمعت باستشهاده انكسرت السيدة زينب. تخيل ابنها اللي اسمه جون انقتل بمعركة الطف ويا الإمام الحسين، بس ما حزنت عليه بقد ما حزنت على أخوها العباس. وراها انقتل الإمام الحسين عليه السلام. قبل ما ينقتل الإمام الحسين اجى يودع بناته، فاجت بنته اللي اسمها سكينة قالت له: يا أبتاه أتستسلم للموت؟ فقال لها: يا نور عيني كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. الإمام الحسين عليه السلام ما حد نصره، ما حد وقف وياه غير أصحابه المقربين. من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ يا حسين وانصاب هيك لجل العين شجاع. عموما بقى بس الإمام الحسين عليه السلام وحده قبل ما يستشهد، فقال النساء والأطفال قال لهم: أريدكم تحضرون نفسكم. فقالوا له: على شنو نحضر نفسنا؟ قال لهم: إني أراكم قريبا كالعبيد يسوقونكم أمام الركاب، يعني باختصار راح يسبوكم ويعتقلوكم. فطلع الإمام الحسين من المخيم مال السيدة زينب والأطفال وتوجه للمعركة واستشهد هناك. بعد فترة النساء سمعوا صوت حصان قريب منهم، فطلعوا شافوا حصان الإمام الحسين عليه السلام وحده. فعرفوا انه الامام انقتل، فطلعن النساء ضربا على راسهن ويصيحن: وحسيناه ومحمداه. فبهاي الاثناء طلعت السيدة زينب من المخيم وتوجهت المكان المعركة، فشافت واحد هناك اسمه عمر بن سعد. هذا عمر بن سعد هو قائد الجيش مال يزيد اللي قتل الامام الحسين عليه السلام واهل بيته. فقالت له: يا ابن سعد، أيقتل الحسين وأنت تنظر إليه؟ فهو يبوع عليها وما يجاوبها، فصاحت: ويحكم أما فيكم مسلم؟ ما حد يجاوبها. فراحت تركض بالصحراء، ساعة تباوع يمنى وساعة تباوع يسرى، وساعة توقع وساعة تقوم وتدور على أخوها الحسين، لحد ما شافته واقع على الأرض. فراحت تركض عليه وحضنته، فشافته كان بعده بيروح دا يتنفس. فلزمته ظلت تحاكي ما يجاوبها، تحاكي وما يجاوبها، لحد ما حلفته وقالت له: أخي بحق جدي رسول الله ألا ما كلمتني؟ فالإمام الحسين عليه السلام جاوبها بصوت ضعيف كلش، قال لها: أخي زينب، كسرت قلبي وزدتني كربا على كربي. فأثناء ما تحاكي اجتها ضربة على ظهرها، وسمعت واحد يقول لها: تنحي عنه وإلا ألحقتك به. فالتفتت عليه وشافته الشمر، وكان جاي دا يقطع راس الإمام الحسين. فجاوبته وقالت له: لا أتنحى عنه، وإن ذبحته فاذبحني قبله. فلزمها ودفعها عنه، وقال لها: والله إن تقدمتي عليه لضربت عنقك بالسيف. فإجا داس على صدر الإمام الحسين عليه السلام وبيده سيف. فقالت له السيدة زينب عليها السلام وهي تبكي، قالت له: ارفق به
لقد كسرت صدره وأثقلت ظهره، ويلك أما علمت أن هذا الصدر قد تربى على صدر رسول الله وصدر فاطمة الزهراء، هذا الذي ناغاه جبرائيل وهز مهده ميكائيل، دعني أودعه. فالشمر ما اهتم بالكلامها ولا عبرها، شنو من قلب شايل تخيل. فقتل الإمام الحسين عليه السلام. الراس مو فوق الرمح ما يحس بيك ولا يعرف ايش يوجعك ويعاونك. شنها زينب هاي بنت حامد دخيل، بس عجيبة نشوفها بلا يا أهل. من انقتل الإمام الحسين الروايات تقول القاع قامت تهتز والسما صارت حمرة، فراحت السيدة زينب للمخيم. طبعا المخيم كان بيه الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين عليه السلام، فكان موجود بس ما شارك بالمعركة لأن كان مريض فما قدر يحارب ويا أبوه. وهاي كانت إرادة من رب العالمين على مود ما ينقتل وتجي من عنده باقي الأئمة. بعد ما انقتل الإمام الحسين عليه السلام اجى جيش يزيد على المخيم اللي بيه نساء وأطفال، اجوا بكل وحشية على الخيول، فجابوا نار وحرقوا كل الخيم مالتهم، والنساء والأطفال ما يعرفون شي يسوون وماكو ناصر ينصرهم. فالسيدة زينب جمعت كل النساء والأطفال واخذتهم بالصحراء بعيد عن المخيم، فكانوا الأطفال يختلون كلهم ورا السيدة زينب من الخوف والرعب، لأن كانوا يجون على حصان يضربوهم بالعود والعصيان، فكانت السيدة زينب تحميهم وراها وهي تصد الضرب بجسدها. لهذا السبب يسموها بطلة كربلاء. ويا ما حد رحمنا ما حد رحمنا، بناتك فرن وما حد رحمنا. عباس خويا مسيت وحدي وامسى الشمر بضعوني يحدي، رد لي الجواب انفطر كبدي. لحد ما اجى الليل فبقوا وحدهم، وبهاي الليلة كانت أصعب ليلة تمر على السيدة زينب. تخيل أطفال داير مدايرها كلهم يبكون، وشخص مريض كان لازم تحافظ على حياته وتعتني بيه لأن هو اللي راح يكمل الرسالة وينولدون من عند باقي الأئمة عليهم السلام. وفوق كل هذا أحبابها متطشرين كلهم بالصحراء وما عندهم لا أكل ولا مي ولا أموال، كل شي سرقوا منهم. فتخيل حط نفسك بمكانها، شوف شلون راح تتحمل. بهاي الليلة لا كان عندهم فراش ولا غطاء ولا ضوء، فظلوا طول الليل قاعدين ما يدرون شنو راح يصير بيهم من تطلع الشمس. صارت الدنيا الصبح واجى الجيش عليهم، فربطوا كل النساء وقاموا يجرون بيهم، وطول الطريق يضربوهم بكل قساوة. فقرروا ياخذوهم للكوفة. فأثناء ما ياخذوهم السيدة زينب شافت اخوانها بالقاع بدون دفن، فاخذوهم للكوفة. واهل الكوفة اللي كان يحكمها ابوهم الامام علي عليه السلام، ومسوي عليهم كومة افضال، الناس تباوع عليهم ومو بحالهم اصلا. تخيلوا كانوا يعتبروهم خوارج، يعتبروهم هم ناس غلطانين لان اجوا يسووا معركة، لان هم على اساس خرجوا على امام زمانهم اللي هو يزيد، لان يزيد كان بوقتها امير المؤمنين. فالإمام زين العابدين عليه السلام من شافهم قال: يا أمة لم تراعي جدنا فينا. طبعا هواية كناس تأثروا باللي صار بالإمام الحسين وباللي صار بالنساء، خصوصا دي يشوفوهم قدام عينهم مربوطين، فهواية ناس منهم قاموا يبكون وتندموا لأن ما نصروا الإمام الحسين. فجيش يزيد خافوا لا ينقلبون عليهم، فقرروا ياخذوهم من الكوفة للشام. تخيل يعني يجرون بيهم من العراق لسوريا. طبعا طول الطريق كانت السيدة زينب تعتني بالأطفال، وكانت هي الداعم المعنوي إلهم وما تخليهم يحسون بفراغ عاطفي، فكانت تهون عليهم المصيبة. الروايات تقول بكل استراحة تصير بالطريق
كانوا يشوفون السيدة زينب تصلي هي وقاعدة، فالنساء اللي وياها يسألوها ليش، فكانت تجاوبهم تقول لهم أصلي جلوسا من شدة الجوع والعطش، وذلك منذ 3 ليالي أوزع ما يعطوني من طعام على الأطفال، فالقوم لا يعطونا إلا خبزة واحدة في الليلة. تخيل الصاير بيها السيدة زينب. تخيل ايش قد تعبت حتى دينك يوصل لك ورسالة نبيك ما تتشوه. فوصلت السيدة زينب للشام. الشام هي كانت عاصمة الناس اللي قتلوا الإمام الحسين، عاصمة الأمويين، فكانت الشام هي بؤرة الحقد على محمد وآل محمد. فهناك بالشام يزيد كان يحكم، وهناك القصر مالته، وكان منتظرهم وقايل لكل العالم راح يجون السبايا. فوصلت السيدة زينب عليها السلام هي والأطفال القصر يزيد. الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين يقول: عندما آتوا بنا إلى يزيد بن معاوية ربطونا بالحبال كالأغنام، وكان الحبل بعنقي، كلما قصرنا في المشي ضربونا حتى أوقفونا أمام يزيد وهو على سريره، فقلت له: ما ظنك برسول الله لو يرانا على هذه الصفة؟ قال له: شنو تتوقع رسول الله اللي انت على اساس على دينه اذا يشوفنا احنا احفاده بهيك حاله؟ طبعا بقوا يم يزيد ليلة كاملة. الامام الحسين عليه السلام عنده بنية اسمها رقية. هاي رقية بهاي الليلة بقصر يزيد كانت نايمة، ففزت بنص الليل تصيح. قالت لهم: رأيت أبي في المنام مضطربا شديدا، يعني تعبان، فكانت تصيح لحد ما يزيد سمع صياحها بالقصر. فصاح الحراس قال لهم: شنو دا يصير؟ فحكوا له، قالوا له: هاي الطفلة قاعد تبكي وتريد تشوف أبوها. فقال لهم: اخذوا لها راسه، لأنه راسه كان عند الجيش ودوه ليزيد. فجابوا لها راس الإمام متغطي بمنديل وحطوه بحضنها. فمن وخرته وشافته قالت: ما هذا الرأس؟ فقالوا لها: إنه رأس أبيك. فلزمت الراس وحضنته وقالت: يا أبتاه ما الذي خضبك بدمائك؟ يا أبتاه ما الذي أيتمني على صغري؟ فظلت لازمة الراس وتبكي لحد ما أغمى عليها. فمن دي يحركوها لقوها ميتة. تخيلوا يزيد جمع السبايا والسيدة زينب بالقصر وسوى اجتماع، فكان مخلي السيدة زينب قدامه، وكان مخلي راس أبوهم الإمام الحسين قبالهم، وقاعد هو يشرب خمر. فكان يتهمهم اتهامات باطلة، وكان دا يحكي وكأنه هم الغلطانين، والناس داير مدايرة مصدقته. فالسيدة زينب عليها السلام خطبة بذاك الوقت من أعظم الخطب، وحكت حكي قدام الناس وقدام يزيد دمرته تدمر. خصوصا هو كان جايب كومة شخصيات مهمة ومسوي مجلس ومخلي كل الناس مسموح لها الطب تباوع. فالسيدة زينب استغلت هذا الشيء وقامت ومسكتت اليزيد وفضحته فضيحة. فقال لها: أقسم بالله لأقتلنك كما قتلت أخيك. فقالوا له جماعته: إذا قتلتها راح ينقلبون الناس علينا وراح نخسر كل شيء. فقالت له السيدة زينب: كد كيدك واسعى سعيك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فيزيد قام يصيح: أسكتوها أسكت الله لسانها، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت له: بدين الله وبدين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. والخطبة جدا طويلة. السيدة زينب كانت ب1000 رجال، لسانها لسان أبوها علي بن أبي طالب. بعد ما كملت الخطبة الناس انقلبت على يزيد، وصار الوضع بالشام متوتر. فيزيد حس إنه حكمه تقريبا راح ينتهي بسبب كلام السيدة زينب وكلام الإمام زين العابدين، لأن قاموا يخطبون دائما بالناس. فالروايات تقول حتى زوجته انقلبت عليه. وكل هذا الشيء صار بسبب خطبة امرأة أسيرة اللي هي بطلة كربلاء. فقرر يزيد يرحلهم من الشام
ويرجعهم للمدينة على مود يحفظ ماء وجهه، لأن خاف على منصبه لا ينتهي. فرجعت السيدة زينب لموطنها ومكان جدها رسول الله، فرجعت وماكو وياها أحد بعد ما طلعت من المدينة، وهي عندها ظهر وسند ويا أخوانها الإمام الحسين والعباس. رجعت وما عندها أحد غير ابن أخوها زين العابدين. فشافت المدينة خالية من آل بيت الرسول. بعد فترة توفت السيدة زينب، بعد ما كانت هي العين الوحيدة اللي نقلت لنا معركة الطف الحقيقية بكل تفاصيلها، وبينت وفضحت حقيقة المنافقين اللي كانوا يدعون إن هم مسلمين أمثال يزيد وأتباعه. وارتاحت وخلصت من كل الهموم والمصائب، والتحقت بجدها وأبوها وأمها وأخوانها بأحسن مكان، وهي تاركة إن أعظم قصة وأعظم شخصية قرأت عنها بحياتي. وصدقت من قالت اليزيد: فوالله لا تمحو ذكرنا. وللآن إحنا نذكرهم، صار لنا 1400 سنة مناسيها ومناسين الحسين. ومثل ما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زينب التي لولاها لما أصبحنا مسلمين.